موقع شات جي بي تي هو يعتبر من أقوى المواقع الموجودة واللي تقدر تستفيد بيها في كل المجالات، وده بتوصل له عن طريق إنك بتدخل جوجل وتكتب شات جي بي تي وبعدين تعمل سيرش، تضغط على أول نتيجة هتطلع لك. هيطلب منك تسجيل دخول، ولكن أنا عشان عامل تسجيل دخول قبل كده فما طلبش. التسجيل دخول بيكون عن طريق الإيميل العادي. مجرد ما بيفتح معاك في خانة السيرش هنا تقدر تكتب اللي انت عايزه، وانا هنا كتبت له من هو الملك رمسيس الثاني. بدأ انه يشرح لي مين هو الملك رمسيس الثاني وبدأ انه يديني معلومات عنه. تقدر لو المعلومات دي مش كافية بالنسبة لك تقدر انك تطلب منه في السيرش تاني اي معلومة انت عايزها او عايز تستفسر عنها. وده بيكون في كل المجالات، مش بس في مجال مثلا الملوك او اي شيء، لا انت تقدر تطلب منه في اي مجال انت عايزه تقدر انك تطلب منه. لو انت بالنسبة لك المعلومات هنا كافية وعايز تبدأ موضوع جديد ومش عايز يبقى مكمل للموضوع ده، تقدر تطلع في الخانة اللي فوق اللي هنا وتفتح دردشة جديدة، هيفتح معاك خانة جديدة تقدر انك تكتب فيها اي موضوع انت عايز تبحث عنه. موقع ميتا اي اي هو موقع لإنتاج الصور وتحويلها إلى فيديو. هتوصل له عن طريق إنك تدخل على جوجل وتكتب ميتا اي اي وأول نتيجة بحث تضغط عليها. ولو أول مرة تدخل على الموقع هيطلب منك تسجيل الدخول بالفيسبوك أو بإنستجرام، تختار أي حاجة فيهم. هيبدأ يفتح معاك الموقع بالشكل اللي قدامك. هتروح على البرومت بتاعك اللي انت عايزه، تنشئ له صورة وتجيبه وتحطه في الجزئية دي، تقول له لصق وبعدين تبدأ تضغط على السهم بالشكل ده. هيبدأ يعمل لك الصور. ودلوقتي الموقع ما أخدش وقت وعمل الصور. لو عايزها بنفس الشكل المربع مفيش مشكلة، لو مش عايزها بنفس الشكل المربع تقدر تضغط على الجزئية دي وتختار المقاس اللي يعجبك. هو بيوفر لك 3 مقاسات، ده المربع اللي عمله، وهنا مقاس 9 إلى 16 للتيك توك أو للشورتس، وكمان 16 إلى 9 مقاس الفيديوهات العادية. انا هختار مقاس تيك توك. وكمان تقدر من الجزئية اللي هنا تختار الستايل اللي يعجبك، اي ستايل يعجبك. عندك ثلاثي الابعاد وكرتوني وحاجات كتيرة جدا تقدر تختار منهم اللي انت عايزه. انا هختار ثلاثي الابعاد. هيبدأ دلوقتي ان يعمل لي اعداد للفيديو الجديد اللي طلبته منه، ودلوقتي هو انشأ لي زي ما طلبت منه الفيديو بالطريقة اللي انا عايزها. تقدر اي فيديو اي صوره، ودلوقتي هو مازال صور، اي صوره تعجبك تضغط على السهم اللي هنا هتتحمل معاك عندك على الجهاز. تقدر تختار الأربعة وتقدر تختار واحدة منهم. نيجي لجزئية التحريك، وهي ببساطة إنك بتضغط على السهم اللي هنا اللي مكتوب عليه تحريك أو أنيميت، وهيبدأ يحرك لك الصور ومش هياخد وقت كبير وهيكون خلص. ودلوقتي الموقع خلص التحريك اللي طلبته منه. تقدر كمان زي ما قلت لك تحمل الفيديوهات بالشكل ده من هنا. ولو حابب انك تجيب الصور بشكل تاني تقدر تروح على الجزئية اللي فيها الصور من هنا وتضغط عليها، هيبدأ يعرض لك كل الصور اللي كانت. عايز الفيديو تبدأ تضغط على جزئية الفيديو من هنا. حتى لو قفلت الموقع وحبيت انك ترجع مرة تاني هتلاقي كل حاجة محفوظة عنك. موقع كانفا هو موقع من اشهر المواقع اللي تقدر تصمم عليها كل حاجة بسهولة حتى لو ما كانش عندك خبرة، وبتوصل له عن طريق جوجل وتكتب كانفا وتبدأ تضغط على اول نتيجة بحث بتطلع لك. هيبدأ يفتح معاك الموقع. لو أول مرة تسجل هيطلب منك تسجيل الدخول عن طريق الإيميل. بعد ما بيفتح معاك الموقع بيكون بالشكل ده. هنا بيقدم لك الحاجات اللي ممكن تقدر تعملها زي اليوتيوب سامبنيل وحاجات للفيسبوك أو للسوشيال ميديا وإديوكيشن وفيديوهات وحاجات كتيرة جدا تقدر تختار ما بينها بالشكل اللي قدامك، وبيوفر لك المقاسات جاهزة وكل حاجة. أو تقدر إنك تيجي في خانة السيرش من هنا وتكتب له الحاجة اللي انت عايز تعمل عنها سيرش، بيقدم لك نماذج تقدر انك تستخدمها، نماذج جاهزة. الموقع انا شرحه بالتفصيل في القناة، تقدر تدخل القناة وتشوف شروحات الموقع الموجودة وازاي تقدر تصمم عليه. الموقع لو انت اول مرة تشترك ومش عامل اشتراك مدفوع، الموقع بيقدم لك شهر مجاني تقدر تستخدم فيه البرنامج بشكل كامل. حتى الحاجات المدفوعة اللي فيه بتقدر انك تستخدمها. وهي ببساطة انك ممكن تضغط لو التصميم ده عجبك بتضغط عليه بيبدأ يفتحه لك بالشكل ده ويجيب لك حاجات ليها علاقة بالتصميم اللي اخترته. تحتها تقدر تختار منها اي ديزاين انت عايزه. لو عجبني الديزاين اللي قدامي بقدر اضغط على Customize this template، هيبدأ يفتح معايا بالشكل اللي قدامي. اقدر ان انا اعدل فيه او امسح منه او اضيف له او اعمل فيه اي حاجة انا عايزها، وده عن طريق الايقونات الموجودة على الشريط الجانبي.
ولكن انا مش هشرح بالتفصيل. خلينا لو حابب تتعرف اكتر على موقع كانفا تقدر تدخل القناة وتشوف الدروس الخاصة بكانفا، وكمان تسيب لي كومنت تقول لي رأيك ايه، وما تنساش تدخل في القناة وتشوف الفيديوهات اللي بنشرح فيها موقع كانفا بالتفصيل. لو عايز تحول النص المكتوب لكلام بيتقال بأي صوت انت عايزه، تقدر تروح على جوجل وتكتب 11 لابس، تضغط على اول نتيجة هتظهر لك. لو اول مرة تدخل الموقع هيطلب منك تسجيل دخول، تسجيل الدخول بيكون عن طريق الايميل زي اي موقع عادي. اضغط على جيت ستارت فور فري. في الجزئية دي بتقدر تكتب الكلام اللي عايز تحوله لصوت، وفي الجزئية اللي هنا بتقدر انك تختار الاصوات، تقدر تسمع كل صوت لمجرد انك تضغط عليه هتقدر انك تسمعه. اختار الصوت اللي يعجبك، انا هختار الصوت ده، وتضغط على جنريت سبيتش، تقدر انك تشغله من هنا وتسمعه. لو الصوت عجبك تقدر انك تحمله من الايقونة الصغيرة اللي هنا اللي مكتوب عليها داونلود، هيبدأ الصوت يتحمل عندك في الداونلود. لو عايز تفاصيل اكتر عن الموقع اكتب لي في الكومنتات وهعمل عنه شرح تفصيل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك بالقناة لو اول مرة تشوفني، وتضغط لايك للفيديو وتسيب لي كومنت تقول لي رأيك. موقع انيمون هو موقع لتحويل الصور الى فيديو. تقدر انك من جوجل تروح على انيمون اي اي وتضغط على اول نتيجة. لو اول مرة تدخل الموقع هيطلب منك تسجيل الدخول بالايميل، هتضغط على الايميل هيسجل دخول، وهنا تقدر انك تعمل فيديو. هتيجي في المربع ده وهتضغط كليك وتروح للمكان اللي في الجهاز اللي انت عايز حاطط عليه الصورة بتاعتك، وتضغط عليها وتقول له اوبن. في الجزئية دي حملت الصورة، والجزئية دي أنا كتبت له عايز يعمل إيه، وبعدين هضغط على جنريت. هيبدأ في الجزء ده يعمل ريندرنج، ولكن هياخد 4 دقايق لحد ما يحمل. ودلوقتي موقع أنيمون أنشأ لي الحركة اللي أنا طلبتها منه زي ما قلت له بالظبط. القط يعزف على الآلة الموسيقية، وكمان الأسماك بتتحرك حواليه. كل اللي عليك دلوقتي إنك تروح على الأيقونة دي علامة الداونلود وتضغط عليها. هيبدأ الموقع يحمل لك الفيديو بتاعك، يحمله لك عندك على الجهاز. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة علشان يوصل لك كل جديد، وكمان تتابعني علشان نتعلم مع بعض.